السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر وقت ومجهود عليك. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح الأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. تطبيق النهاردة يا جماعة اسمه فيزا ايربورت كومبانيون. التطبيق ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته أكتر من 1,000,000 عملية تنزيل. سعة التخزين بتاعته هي 19 ميجا بايتس، وواخد تقييم 4.1 تقييم. البرنامج ده أو التطبيق ده بيتكلم عن ايه؟ فيزا يا جماعة بيوفر التطبيق ده لحاملي بطاقة فيزا المؤهلين إمكانية الدخول لصالات المطار حول العالم. طب المزايا الرئيسية او الحاجات الرئيسية في التطبيق ده او في الفيزا دي ايه؟ هو ان هو بيوفر لك امكانية الاسترخاء والراحة في صالات المطارات قبل رحلتك. يمكنك ادارة عضوية بطاقة فيزا الخاصة بيك بسهولة من خلال التطبيق. يمكنك كمان الاطلاع على امتيازات الدخول للصالات وتتبع تاريخ استخدامك. العيوب المحتملة فيه ان هو ما بيتوفرش في جميع مزايا التطبيق متاحة. ميزات التطبيق متاحة في جميع الدول. التكلفة بتاعته ممكن تكون تكلفة في بعض الرسوم المرتبطة باستخدام التطبيق، خاصة لو كانت بطاقتك ما بتوفرش، هي لا توفر هذه الميزة مجانا. الاعتماد على بطاقة فيزا بيقتصر استخدام التطبيق على حاملي بطاقة فيزا المؤهلين. طيب آراء المستخدمين ايه يا جماعة؟ الآراء الإيجابية ان هو بيثني معظم المستخدمين على سهولة استخدام التطبيق وفايدته في توفير تجربة سفر مريحة. كمان يا جماعة عايزة اقول لكم ان في كمان سلبيات للتطبيق ده، وان هو بعض الناس بيشتكوا من صعوبة ايجاد صالات مطارات متعاقدة مع التطبيق في بعض الاماكن. طيب يا جماعة، هل التطبيق ده مفيد ولا لا؟ التطبيق ده مفيد جدا للمسافرين المتكررين، يعني الناس اللي بتسافر كتير جدا، فالتطبيق ده كويس ليهم، اللي بيدوروا لنفسهم على الراحة والرفاهية خلال رحلتهم، لانه بيوفر لك امكانية الوصول لصالات المطارات اللي بتقدم لك خدمات متنوعة زي الانترنت المجاني، المأكولات والمشروبات واماكن العمل، بديلية للتطبيق، بدائل للتطبيق. كمان يا جماعة عايزة اقول لكم ان التطبيق ده هو بيقدم لك بطاقات ائتمانية اخرى لامكانية الدخول لصالة المطار كجزء من مزاياها. التطبيق ده يا جماعة لو انت بتستخدمه لو انت بتسافر بشكل متكرر. طيب عايزة اقول لكم يا جماعة ان احنا القناة بتاعتنا هي القناة الوحيدة اللي بتتكلم عن التطبيقات بدون تحييز لأي تطبيق. كل واحد في قناتنا بيقول تجربته الحقيقية في التعليقات. هنثبت تعليقه علشان الكل يستفيد من تجربته، سواء كانت تجربة إيجابية أو تجربة سلبية. استنى تعليقكم لأن تعليقكم هيفيد غيركم. مع السلامة.